بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. للي مش عارفني، معاكم بإيمان علي من كوكينج إيمان علي. قبل ما نبدأ كده وصفتنا، ما تنسوش اللايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة اقتصادية محدش هيختلف عليها كبير وصغير، وهي كفتة الفراخ أو كباب الفراخ. هنعملها بطريقة سهلة وجميلة واقتصادية، وهتكفي عدد كبير من الأفراد في الأسرة. حاجة كده ما شاء الله. جربيها بالطريقة دي وإن شاء الله هتعجبك بنفس المقادير. إن شاء الله شايفين ما شاء الله الكمية اللي اتعملت من أقل من نص كيلو صدور فراخ. يلا نسمي الله ونبدأ وصفتنا. بسم الله. كده جبنا 400 جرام من صدور الفراخ. تمام، قطعيها تقطيع عشوائي خالص. مش شرط ان انت تقطعيها صغير او كده، تقطيع عشوائي عادي. انت هتحطيها في الكبة وهتفرميها. كده بدأنا نقطعها. بسم الله. كده هجيب التانية كمان كده واقطعها اهي. بسم الله. كده قطعناها. هنبدأ بقى ناخدها ونحطها في الكبة عشان نفرمها. افرميها ناعم جدا. وانتي بتفرميها بقى ما تنسيش تحطي معاها حتة دهنة، حتة ليا، معلقتين كده او حتة كده، يعني ايه، يعني 50 جرام تقريبا. لو عندك ايه لو هتحط لها ميزان، يعني 50 جرام دهنة، حتة ليا، يعني معلقتين. تمام، فرمناهم الاتنين مع بعض حلو قوي. هنبدأ بقى احنا هنا فرمنا ربطة بقدونس. ربطة بقدونس فرمناها، خدنا الورق منها وقطعناه وفرمناه. عايزة تقطعيه ناعم مش مشكلة، مش لازم تفرميه في الكبة. وبصلاية كبيرة كده فرمناها وصفينا منها المية حلو جدا. مخلناش في البصلة مية عشان ما تبقاش الكفتة معاكي طرية. بدأنا نعجنها حلو زي ما انتوا شايفين. هنبدأ نعجن الكفتة حلو كده، وهنبدأ بقى ايه، نحط كمان عليها 3 معالق كبيرة من البقسماط. يبقى احنا كده عملنا ايه، حطينا البصل والبقدونس والدهن والايه ومعلقة الصلصة اهي. دي معلقة صلصة حطيناها بتدي لون وتست حلو جدا ليها. هنا بقى هنحط 3 معالق من البقسماط كمان. بسم الله. 3 معالق مليانة كبيرة. هنبدأ تاني نعجنها عجنة حلوة. يبقى احنا حطينا بصلاية كبيرة، ربطة او حزمة بقدونس مفرومة، فصين توم. انا ما قلتش على فصين التوم دول، فصين توم و... ومعلقة صلصة. وهنبدأ بقى نحط البهارات بتاعتنا بعد العجنة الحلوة دي. هنبدأ نجيب البهارات بتاعتنا، وهي بهارات لحمة أو فراخ المتاح عندك، وملح وفلفل أسمر. أي بهارات بسيطة عندك حطيها هتدي تيست حلو ليها. مش يعني اللحوم مش كتر البهارات فيها بتديها الطعم، لا، هي بهارات بسيطة بتديها طعم حلو جدا. ادي كده ايه، وانا هكتب لك المقادير في صندوق الوصف علشان تمشي على المقادير بالظبط، هتبقى معاكي مظبوطة جدا. هنا بقى بدأنا جبنا عيدان الشيش، بدأنا نجهزها. انا هنا نقعتها في مية لمدة ساعتين علشان ما تتحرقش معاكي لو انت هتستخدميها في الفرن. هنا هنبدأ بقى نسمي الله كده ونصبع الكفتة بتاعتنا. تبلي ايدك وتصبعي، ما تقلقيش. احنا هنعملها بطريقتين، على البوتاجاز وفي الفرن. هنبدأ كده ايه، هنعملها عشان اللي يحب يعملها على البوتاجاز واللي يحب يعملها على الفرن من غير تحمير، من غير دهون. هي كده كده لوحدها مش محتاجة اي حاجة. هنا صبعناها وبنبدأ نكمل بنفس الطريقة كله، وهترصيها وتجهزيها على صينية ومفيش اي مشكلة خالص. بصوا ما شاء الله العجينة بتاعتها او الكفتة ما شاء الله. بصوا يعني متماسكة، ما تقلقيش منها. والبقسماط انا عاملاه بقسماط في البيت، يعني انا ما جبتش هو بواقي العيش اللي عندي، انا حمصتها وفرمتها في الكبة. لو مش متاح عندك البقسماط، انت تجيبي عندك عيش، بواقي عيش، حمصيها وفرميها هتستخدميها زي البقسماط. يعني ما فيش اي حاجة تعطلنا. هنا هنبدأ بقى ندهن الصينية او الطاسة بتاعتي زيت، دهنة بس بسيطة، ونسيبها تسخن. واول ما تسخن ننزل عليها بقى بالكفتة وتهدي النار. وبعد ما تحطي الكفتة وتهدي النار غطي عليها. هتبدأ تستوي، ما تخافيش، الكفتة مش هتكش ولا هتعمل فيها اي حاجة، وهتستوي على نار هادية ومفيش حاجة. بدأنا هنا نسويها زي ما انتوا شايفين، بدأت تاخد اللون ونقلبها، ما بتلزقش ما تقلقيش. بصوا
ما شاء الله بدأت كل ده على نار هادية عشان تستوي من جوه ومن بره، وبتغطي عليها عشان البخار يبدأ يسويها من جوه كمان. هنا دي عملناها الخطوة اللي عملناها على البوتاجاز. هنا هنغطيها ونكمل بقى ايه، نسيبها ونجهز اللي هنعملها في الفرن. هنا بقى هنرص اللي في الفرن دي برضو صينية مدهونة بس دهنة زيت، ورصينا فيها الكفتة زي ما انتوا شايفين. وهنبدأ نكون مشغلين الفرن قبلها ب5 دقايق من فوق ومن تحت، ونحطها في الفرن. بعد ما نحطها في الفرن 10 دقايق كده نطلعها قبل ما تاخد اللون، ونكون مجهزين الصوص اللي انا عاملاه. دي ميه البصل ومعلقه صلصه ومعلقه زيت كبيره، والبهارات ملح وفلفل اسمر وبهارات فراخ. وبدأنا ندهن زي ما انتوا شايفين الكفته كده. دي بتديها طعم كده وطراوه كده، ما شاء الله جربوها هتعجبكم. عايزه تستغني عن الخطوه دي استغني، بس فعلا بتدي تيست حلو جدا. هنا بقى بعد ما طلعناها بصوا شايفين الجمال وشايفين لونها، حاجه كده ما شاء الله جربوها، واخده السوى الحلو. وكمان بصوا ما شربتش زيت ولا اي حاجه، دي بقى بالعكس نزلت من الدهون اللي كانت فيها في الفراخ. دي كده اللي كانت معموله في قلب الفرن. هنا بقى هرص عليها اللي معموله في البوتاجاز، على البوتاجاز من فوق. بصوا ما فرقتش خالص دي من دي، يعني عايز تعمليها على البوتاجاز مش هتدوخك، هتعمليها في الفرن مش حلوه كده او كده. جربوا بصوا ما شاء الله الكميه اللي اتعملت من 400 او اقل، يعني 400 جرام او اقل من نص كيلو من في صدور الفراخ، عملت كميه ما شاء الله. جربوها هتعجبكم، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه. معاكم ايمان علي من كوكينج ايمان علي. بصوا هنا ما شاء الله طريه، بصوا انا عايزه اوريكم قد ايه ما شاء الله طريه، ولونها كمان جميل قوي من جوه. جربوها هتعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.